والكانسر ده مش مرض، الكانسر ده الجين بتاعه عندك وعندي، كويس، وعند اي حد قاعد في الاستوديو واي حد قاعد في البيت. طب ليه تفعل الجين ده؟ خلاص خطه دفاعيه. انا جسمي خالق مثلا بلانز من A to Z، A B C D كده. لو افترضنا ان السرطان ده خطه زي، بس هي خطه موجوده عندي للدفاع. زي ما انت بتلاقي السكر عالي مع بتاع الجلطه، مع هتقول لك على حاجه، اكتر حاله اشوف فيها السكر عالي في السماء ايه؟ المجاعات. واحد قاعد بقاله 20 30 يوم سكر ما بياكلش خالص، سكره يبقى في السماء. اللي بيمارس رياضه، طب ليه؟ مع انهم حال فيسيولوجيكال، والحالتين الاثنين فيهم صايم. الرياضي بيجري او بيعمل يعني عداء مثلا او مبارزه وخلص، يقيسوا السكر بتاعه في السماء 600. طب واللي في مجاعه سكره عالي ليه؟ حبيبي السكر هو المنقذ الوحيد لخلايا مخك، فعشان كده الكبد بيشتغل على انشط ما يمكن. الكورتيزون هرمون بينقذ نفسك في الطوارئ، والادرينالين، كل دول بيعلوا السكر. يبقى معنى كده ان الاسترس بيحتاج سكر، ومخي بيحتاج سكر بريت اعلى، فبيجري على مين؟ على المصنع السكر اللي في الجسم. انت مين؟ الكبد صنع لي سكر وبريت اعلى، لان انا عندي الدوره الدمويه بتلف بسرعه، فمحتاج مضاعفه الموارد اللي جوه. يعني لو افترضنا ان الحجم لتر في اليوم بقى ربع، لا انا عايز حموله اللتر. حمل لي السكر بدل 100 مللي جرام يبقى 400، لان الحجم قليل والدوره الدمويه بتلف بسرعه، والعيان رايح لك بيبقى زي مش كده؟ بينهج وعنده حموضه في الدم والاطراف بتاعته متلجه. والاسيتون عالي. ما هو الاسيتون ده اصلا اهم مغذي للدماغ وقت المجاعات. الاسيتون اللي الناس كلها، الاسيتون انا ايه الاسيتون؟ ما انا اللي بصنعه. الاسيتون ده ماده انا بصنعها وقاصد ان اصنعها لانها سهله الهضم. الكبد بتاعي بيصنعها عشان مخي ياكلها ورئتني تاكلها، مش زي ما هو حكولك. انت يا باشا خدتها لاند مارك. يعني ايه لاند مارك؟ يعني علمت كل الدكاتره اما تلاقي اسيتون عالي العيان ده بيموت. طب انا عندي العيانين الاسيتون بتاعه بيبقى في السماء وقاعد بيتكلم معاك عادي. ايه راي حضرتك؟ فاهمه قصدي ولا؟ انا بس بفكر يعني انا بكلمك الكلام ده لاني انا عانيت من المرض ده، مش يعني في احد افراد عيلتي يعني، وخدت تجربة مريرة في معلش بقى، البلد كلها كده، مش حضرتك لوحدك. يعني كل واحد، كل بيت مصري الأحماض عالية والأسيتون عالي معلش هي تجربة شخصية عند حضرتك. والمعادن منهارة. معلش مفيش حاجة اسمها معادن. المعادن يعني ايه؟ المغنيسيوم والبوتاسيوم. حضرتك بتقيسيهم في الدم؟ بتقيسيهم في الدم؟ يعني أكيد. طب ما الخلايا مالهاش علاقة بالدم. يعني الخلية، انت عمرك قيستي المغنيسيوم جوه الخلية؟ لا ما يستووش. انت عماله تقيسي في الدم، انت بتقيسي في نسيج من ضمن انسجه الجسم كلها عشان تستفادي ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. يعني معلش انا اسف، انت شايفه الاعراض اللي قدامك في العيان، ايه علاقه الاعراض دي بالفايندنج دي او الشواهد التحليليه دي؟ انا اللي حاطط لك الرابط، مفيش اي حاجه بينهم من بعض اسمها كوزاليتي، مفيش سببيه. والا ما كانش الانسولين ساعات يتاخد والسكر ما يوطاش. صح؟ ليه؟ ما تقولي لي انت. مش هم بيقولوا الانسولين هو العلاج؟ ليه ما بيوطيش السكر دلوقتي؟ هيقول لك حصل مقاومه. طب الجسم قاومه ليه؟ هو ده السؤال. اللي هي مقاومه الانسولين. حضرتك انت هم اللي يردوا عليا بقى. يعني حضرتك مش هتعرفي ترد عليا ليه؟ لان هم مش عارفين. هم لو عارفين كانوا طلعوا قالوا. يعني كان طلع قال طب انا الانسولين جسمي بيقاوم الانسولين بتاعي، طب انا بديه من بره، طب بقاومه ليه؟ مش ده العلاج؟ هو في حاجه اسمها جسم يقاوم العلاج؟ يعني ده نونسنس. يعني هو كلامه اصلا يقع من غير انا ما اتكلم. انا ما اعرفش الناس سكتت زي 100 سنه. يعني استنوني انا اتكلم ليه؟ ما اعرفش. يعني ازاي ما طلعش دكتور في ال 100 سنه دي فكر شويه ان الناس كلها بتموت بالهايبوجلايسيميا، بالسكر اللي بيقع؟ ده اول علامات فشل الكبد ان السكر يوطى عن المعدلات الطبيعيه. يعني معنى كده ان انا بقيس كبدي بمستوى السكر في الدم، لانه تصنيعه كله. حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ الاسيتون والسكر واليوريا، ادي 3 حاجات اهم، كلهم تصنيع كبدي، ما لهاش علاقه خالص باكل حضرتك. كبدي هو اللي بيصنعهم اوتوماتيك، وبيصنعهم حسب حاجه جسمي. فدي غسيل كلوي وادي سكر، فاهم قصدي؟ كل ده اتعاملنا على اساسه غلط،
والا ما كانش الناس ماتت كده على مكان الغسيل، ومات وهو بياخد الكيماوي، ومات وهو بياخد الانسولين، لو هو ده العلاج. لو السكر هو سبب الامراض ده مثلا، يبقى بتوطية السكر الامراض تختفي. لا، ما حصلش. السكر احنا وطيناه الحمد لله بكل الادويه اللي نعرفها، ومع ذلك الامراض ما خلصتش، الامراض زادت. حط لي سبب، انا بقى حلتها خلاص. طيب، بما اني عندي تجربة مع المرض ده، اديني بروتوكول اللي بتديه للمرضى اللي لا، ما بيقولك اديكيش بروتوكول. مفيش حاجه اسمها اديني بروتوكول. الممنوعات. لا، ممنوعاتي موجوده على الصفحه، ما بحكيش فيها النهارده. يعني ما بتكلمش في نظامي كله، لا، نظامي اصل هو معقد وبعدين متغير. يعني مثلا الشهرين اللي فاتوا منعت البطاطس لان كان فيها مبيدات، وقبلها بشهرين منعت اللحمه عشان كان فيها مشاكل. من شهر 5 اللي فات انا ما اكلتش لحمه خالص لانها كانت من ضمن مسموحاتي. كويس. لكن في العموم لو عايزه تسمعي مني كلام في العموم، اكل الانسان عباره عن حاجتين متلازمين: الحبوب واللحوم، وان بتوين الشحوم. بس ده اكل الانسان، ما عدا ذلك مش اكله. طيب يعني حبوب الدواجن لا، هي مش اكل انسان اصلا، لا تؤكل. لا لحمتها تنفع للانسان، ما تنفعش تتاكل لحمه خشنه وناشفه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الدواجن خشنه وناشفه. يعني هاتي صدر الفرخه وحطي صدر الفرخه كده جنب حته موزه مثلا، مفيش مقارنه. ليه؟ صدر الفرخه ده لفته طويله جدا، ماسكه من عند الصدر لحد الاخر. فلما تيجي تمسكي صدر الفرخه ده، حتى هم عاملين دراسه عندهم بتوع البيطريين في امريكا على حاجه اسمها وودن تشيكن بريست. وودن تشيكن بريست ده يعني ايه؟ يعني الصدر الخشبي بتاع الفرخ. فالنصايح عشان الناس تبيع قالوا ايه؟ قالوا ما تزودش حجم الفرخه او وزنها عن كيلو 400 جرام. تاني حاجه لازم تتبل فتره قبليها. فعشان كده خلوا السوق بتاعك شيبس كتير، نعمل الصوص البرتقان على التوم على مش عارف ايه، عشان كل ده يخلوا اللحمه دي جوسي عشان تعرف تتبلع. لكن اللحمه دي خشنه جدا طبعا، ما تتاكلش اصلا. اي دواجن، البط، حتى البط بره ما يتاكلش، ده بيتحط في بحيرات نتفرج عليه. لا 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 لا. والفراخ في اصلها ما كانتش بتتاكل، لا، هي كانت طيور زينه، احنا اللي خليناها اندستري. طب مرجعيتك ايه؟ ما هي، ما انا قلت لك اهي، ما بتتاكلش. مرجعيتك ما حدش كلها اصلا في على مصر التاريخ غير المصريين. اما جابها الاسكندر المقدوني ودخل مصر هم كلوها. ادي مرجعيتي. انت مرجعيتكم انتوا ايه؟